محمود ايمان ازيك؟ عامله ايه؟ الحلقه اللي فاتت أخيراً. كانت برايت والوان فيرست ديت. نغمق بقى شويه. نغمق هنتكلم عن اول مره. اتخنت صحيح. صح، الخيانه كلمه صعبه ومطاطه. في ناس بتشوف انه لما حد يبص لواحده تانية هي خيانه، وناس تانية بتشوف انه قلب اللايك اللي انت بتحطه على صوره حد على الانستجرام خيانه. ماشي. انت امتى كانت اول مره اتخنت؟ انا ما اتخنتش قبل كده. الرجاله نادرا لما بتتخان. بدأنا الخناقه بدري. لا ما فيش، انا بقول الفاكتس دي فاكتس. اللي بيخون انا عارف ان معظمهم رجاله، يعني انا بعترف بده، بس ان هم يتخانوا دي مش ما افتكرش، يعني صعب. حلو. أيوة. بادين بداية لطيفة. يعني في اعترافات من اول القعدة. انا ما اعترفت، انا بقول معظمهم. انا ما كنتش، انا بقول انا إن في عجبني اعتراف. قوي ايه ان انت بتعترف. ما اكدبش، يعني في دي حاجات واضحه. حلو قوي. ليه بقى؟ لانه في تصنيف بقى للخيانة. تمام. أوكي. يعني ما بين ان احنا مش فاهمين شكل الخيانة بيكون عامل ازاي، ولما واحد يقول للواحدة انا بصيت على واحدة، دي ما تعتبرش خيانة. ايوه، ما هي دي تعتبر خيانة يعني عادي بقى. ما هو علشان نحسم الخلاف ده وما نقعدش نتخانق من اول الحلقة. في سنتر اسمه IFS عمل تعريف علمي للخيانة، وقال هي واحدة من 6 حالات من الحالات اللي أنا هتكلم عنهم دول. أوكي. أول حاجة خيانة عاطفية. التانية إنه يكون عندك رغبة في شريكك الحالي وشخص تاني. أوكي. النقطة الثالثة إنك تبدأ تبعت رسائل عن طريق الإنترنت لشخص تاني، ومكالمات فيديو ورسائل. ما كل ده يعني خيانة. أي. أوكي. هو المكان ده عرف ان دول كلهم يعتبروا اشكال الخيانة، عشان ما حدش يجي يقول لك بصيت على واحدة تانية تبقى خيانة. يعني المكان عملت قلب لايك على الانستجرام يبقى خيانة. ده شكل او دي اشكال الخيانة. جميل. الوان نايت ستاند، او انه يكون في علاقة كاملة، او ان انت تحس بانجذاب قوي لشخص غير شريك حياتك. طب انا غصب عني، افرض ده حصل دي خيانة. ساعتها بقى كده اهلا بيك، ويلكم تو ذا خيانة بارتي. بالظبط كده. وبما ان انت اعترفت في اول الحلقة وقلت ان الرجاله انا مبسوطه جدا ان انت اعترفت. انا ما اعترفتش. احنا قاعدين انتصار للستات، لسه ما عملناش حاجه. انا ده مش اعتراف، ده لا يعني ده اعتراف. ليه بقى؟ متعارف عليه. انه نفس السنتر ده عمل دراسه بيقيس فيها مين بيخون اكتر. السنتر ده انت على فكره انا هحط السورس ده على الكومنتس علشان انت وغيرك من اللي بيشككوا يدخلوا يلاقوا الريسيرشز عليه ويشوفوا الارقام. اكتشفوا انه فعليا الرجاله بتخون بنسبه 20% اكتر من الستات. ده معناه ان الستات بتخون برضو؟ طبعا. اوكي. يعني بس انتوا انا اكتر. كنت فاكر ان الستات ملايكه، لكن لا الستات مش ملايكه. اوكي. بيخونوا يعني في اعتراف اكيد. اوكي. يعني بس انتوا بتخونوا اكتر. انتوا بتخونوا اكتر، مش ايكوال، اكتر ب 20%. طيب كان في بقى سؤال تاني مهم. هو انهي بلد فيها اعلى نسبه خيانه؟ اوكي تخيل. ديني تخيل. مبدئيا هي بلد غربيه. مش قادر احدد ايه بالظبط، لان هي يعني. طب تفتكر من اوروبا ولا ايه؟ يعني من دولة اسيا تانية؟ ممكن تكون من اسيا. هيكون مرجح ان هي تكون من اسيا مش من اوروبا، لو انا فاهم صح. لا والله ده بس الصادم اللي انت مش هتتخيله انه تايلاند هي اعلى دولة فيها نسبة خيانة. اوكي اكتر من 46%. طب هو ده متوقع ولا مش متوقع؟ مش متوقع، لانه اولا اللي مش متوقع انه ولا دولة عربية في القائمة. لا ما هو ده ميك سنس. منطقي. ليه منطقي؟ عشان احنا عندنا يعني قيود somehow بتحكمنا شوية. الغريب هو الدول الأوروبية اللي كانت في القائمة. يعني الدنمارك 46% اعترفوا ان هم خانوا شركائهم. استنى، 46% من ايه؟ من تعداد الاشخاص اللي شاركوا في الدراسه دي. من الدنمارك نص اللي شاركوا. نص اللي شاركوا تمام اعترفوا. اوكي. المانيا وايطاليا 45%. اوكي. بلجيكا والنرويج وفرنسا 40%. من اللي شاركوا من الدراسه 40% بيقولوا ان هم فعلا ان هم خانوا. مظبوط. بس هنا السؤال بقى، تفتكر الدول العربيه ليه مش على القائمه؟ هل ما بيخونوش ولا ما بيتقفشوش؟ ما بيتقفشوش.
ايوه ما بيتقفشوش فما بيقولوش يعني ولا ما بيعترفوش وما بيعترفوش. ما كلها زي بعض يعني. لا ما بيخونوا ما بيعترفش، بيخونوا ما بيقولش، بيخونوا ما حدش بيعرف. هو ده المنطقي. ما انت لما هتخون مش المفروض انك تحكي لحد يعني. يا الله. احنا سألنا بقى الستات وحطينا البول ده عندنا على الشانل على اليوتيوب. احلى حاجه احنا بنعملها ان احنا بنحط وانا مبسوطه ان الناس بدات تتفاعل مع الاسئله اللي احنا حاطينها. اول سؤال سالناه الخيانه عندي اختيار من 4: انه يبص على واحده غيري اكتر من مره، انه يتكلم مع واحده تانية بالساعات في تفاصيل شخصيه ما بيشاركهاش معايا، انه يقابل ويخرج مع واحده تانية من ورايا، انه يدخل في علاقه كامله مع واحده غيري. تتخيل كانت الإجابة إيه؟ خليني أقرأ لك كده من البول اللي احنا حطيناه. قولي قبل ما أقولك النتيجة، تفتكر الستات بيشوفوا الخيانة إيه؟ يعني أكيد الستات عارفين إن الرجالة بيبصوا على ستات تانية غيرهم، فمش هيختاروا أول واحدة دي. أوكي. إنه هي تاني واحدة، إنه يتكلم مع واحدة تانية بالساعات في تفاصيل شخصية وما يشاركهاش معاه. هم اختاروا كده صح؟ لا، الستات شايفين إن الخيانة إنه يبص على حد غيري أكتر من مرة. على واحدة تانية يعني. ألف مبروك يا رجالة، كلكم خاينين. شايفين الحلقة شكلنا ما ينفعش نعمل حلقات. يعني شكلها مش ماشية يعني النور في الباك جراوند أحمر واحنا قاعدين نضحك، فشكلها فكرة حلقة دارك دي مش وابيض واسود وبتاع. فكرة كان في ثيم. لا احنا محافظين على الثيم. احنا محافظين على الثيم. وهنا هندخل في الكور بتاع الموضوع. هي ليه الخيانة بتحصل؟ ماشي. ليه الناس بتخون؟ ما هو اعتقد ان موضوع الخيانة ده مربوط بالحب. لو انت في علاقة فيها بتحب واحدة هيكون صعب جدا انك تخون. هل الحب بيقل؟ الحب مش بيقل، الحب التركيز بيخف، لكن الحب بيفضل موجود. يعني مش هفضل مركز اني احب نفس الشخص فترة، بس ده مش معناه اني ما بقيتش احبه او درجة حبي ليه قلت. هي بس مع ضغوطات الحياة وتشتيتات بتحصل في حياتنا اليومية بيخلي تركيزك عن الشخص اللي انت بتحبه يتحرك يمين او شمال شوية. ده مش معناه ان انا ما بقيتش احبه او درجة حبي ليه قلت، بتفضل موجودة درجة الحب. فاعتقد ان لو العلاقة مبنية على حب هيكون صعب جدا يكون فيها خيانة. ده سبب من 8 أسباب. الأسباب 8 اللي بيخلوا الأشخاص يلجأوا للخيانة، إنه أول سبب أو الأكبر هو الغضب أو الرغبة في الانتقام. وده بيجي أوقات لما الشخص فعلا بيحس إنه مفتقد الحب أو التقدير أو الاهتمام في العلاقة، وبيحاول بشكل ما إنه يأذي مشاعر الطرف التاني. إن السبب التاني اللي ممكن يؤدي للخيانة هو الثقة الزيادة في الشخص. إنه واحد شايف نفسه كتير على شريكه، واحد شايف نفسه أجمل من شركته بكتير. الثقة الزيادة دي هي اللي بتخليه في أوقات إنه يخون. قلة الحب زي ما أنت قلت، وقلة الالتزام ما بين الطرفين، إن هما ما بقوش مرتبطين ببعض بشكل حقيقي. والحاجة للتنوع، يعني في شخص بيحب الفرايتيز، بيحب الأوبشنز، بيحب إنه ممكن يقدر على الإنترنت يدخل يتكلم مع 5-6 بنات في نفس التوقيت. وده من الناحيتين باي ذا واي. والإهمال، إنه يبدأ طرف من الاتنين يأثر في حق التاني، والرغبة. والسبب الأخير هو إنه الموقف بيحط الناس في وضعية الخيانة. يعني في موقف ما تحطيت فيه أدى للخيانة. دول 8 أسباب اللي الدراسات صنفتهم إن هم ممكن يؤدوا لخيانة. بس قالوا إنه بنسبة 62% السبب الرئيسي هو الإهمال وقلة الشعور بالحب. يعني 1 من كل 10 أشخاص ما كانوش بيسمعوا كلمة بحبك من أجوازهم دوروا على الكلمة دي برا. واو interesting. فاكتس دي جاية من نفس السنتر لا. دلوقتي السؤال بيقول تخنتي قبل كده؟ كم مرة؟ كتير. واو. طب احكي لي. لا مش عايزة احكي. من الحلقة عن الخيانة لازم اعرف.
ما هو مش لازم تبقى عني انا لما اتخنت يعني أوكي. ممكن نتكلم في المطلق. اوكي. طب ده من فتره قد ايه بس الخيانه دي حصلت؟ من فتره. قد ايه؟ مش لازم اقول قد ايه. اوكي. ولما الخيانه دي حصلت بأني نوع من الانواع اللي اعتبرناها خيانه هنا؟ كان بيبص على واحده تانية كذا مره؟ اكيد لا يعني. لا شفتي ولا حاجه تاني انا ما اعرفش بقى. هو لازم اتكلم في السبب، لازم انا اقول السبب. ما عشان كده قلت لك احنا دي حلقه الخيانه فلازم نتكلم فيها على فانت نفدت بجلدك وقلت انا ولا مره اتخنت فخلاص انت مش هتجاوب على اي سؤال. I think yes. دلوقتي بقيت لا، انا هو لازم أنا اجاوب علشان انتوا بتخونوا. انا ما قلتش كده. انا ده فاكت. انا فعلا ما اتخنتش يعني. انا مش بقول كده عشان اخبي. هو انت ما عرفتش انك اتخنت. لا ده اعتقاد خاطئ ممكن انتي تقوليه لما انا اقول لك ان انا ما اتخنتش، بس فعلا ده ما حصلش. ويمكن انت ما قفشتش الشخص، لا. بس ممكن تكون وقعت هشرح لك. ضحيه لو الخيانه. لو رجعنا للحلقه اللي فاتت بتاعت الديت. اول مره ديت، ايوه هتلاقيني قلت ان انا اصلا بنهي العلاقه بدري لو حسيت بس، شوفي لو حسيت بس دي ان فيها كذب. فانا اصلا بقفل كل البيبان المؤديه لاي شكل من اشكال اللعب دي من البدايه. فما فيش احتمال يعني. انا مش بتساهل في الحاجات اللي من النوع ده. كذب يعني حركات بتبقى واضحه جدا. فمن بدري early stage جدا يعني انت تفتكر بقفل. انه المبررات اللي احنا بنحطها للاشخاص اللي Yes. بنقابلهم هي اللي بتخلينا احنا نكون عرضة وارد. للخيانة؟ يس. Makes اعتقد sense. كده. تساهلات ومبررات وتحليلات جاي من تفكير زيادة ممكن يؤدي الى ان ده يبقى ليه عواقب في المستقبل. فعلا تكون سببها انك تساهلت في الاول. يمكن الستات هم الاكتر في ان هم بيدوا مبررات على فكرة. ده حقيقي. عشان كده هم بيتخانقوا اكتر. ما هي الفكرة ايه؟ انه الست لما بتشوف شخص يعني متماشي مع متطلبات معينة، مش لازم تكون الليستة كلها متحققة في الشخص ده، بس نقدر نقول انه مثلا 5 من 8 موجودين في الشخص، اوقات بيخليها تتجاهل ال3 نقط دول. ممكن تكون نقطة منهم مهمة جوهرية زي نقطة الكذب، او انها تبدأ تديله مبررات انه اذا كذب في مرتبه، كذب في سنه، كذب في حالته الاجتماعية، مش مشكلة، يمكن محرج، يمكن حاسس بحساسية، بس انت قريتها انه ده ممكن يؤدي للخيانة بعد كده. انا ما قريتش. انا فهمت قصدي كويس. وفي الحالة دي انا ما قريتش الموضوع من ناحية تبرير الحالة نفسها قد ما ان هو ما قالش الحقيقة. صحيح. يعني انا كمان حتى في الموقف نفسه برجعه لأصله. يعني مش للحالة او مش للكيس بكيس. انا بشوف الروت او الاساس كان ايه. الاساس ان في كذب، فده لو حصل هنا فمحتمل يحصل في حاجة تانية. that's the case يعني. فلو سألتيني اتخنت قبل كده لا بدري اي حاجة فيها شكل من اشكال الاحتمالات دي بقفلها عشان انا بحب الوضوح. هي دي الفكرة. وهو اريح بكتير ان الحاجة تبقى يعني ان الموضوع يبقى واضح يعني. عايز تسألني تاني عن حاجة؟ طبعا. تفتكري ليه الرجالة بيخونوا اكتر من الستات؟ بيجري في دمهم. هو اللي بيجري في دمهم الخيانة. ايوه. عشان الست عملت له ايه فخانها. هو مش لازم تكون الست عملت له حاجة عشان يخونها. انا لو قلت حاجة ليها علاقة بالموضوع ده فانا مش قصدي كل الستات. لكن اعتقد ان معظم الرجالة اللي بتخون بيكون سبب الخيانة الستات. برضو مصمم. انا مش مصمم. انا بقول مش كلهم يعني. مش كلهم. طب خليني معظم. أسألك. خليني أنا بقى أسألك من السؤال ده سؤال. هو إيه اللي الستات بتعمله يخلي رجالة تخونهم؟ بتقلل اهتمامها بالراجل اعتقد. لان الراجل مش محتاج حاجة غير ان هو واحدة ست تهتم بيه. طب لو كانت ست بتهتم براجل 24 ساعة في 24 ساعة وبرضه بيخون، يبقى ده too much care. يعني اهتمت زيادة مش عاجب. ما هو بقى قللت اهتمام مش عاجب. ممكن تقولي ايه هو الاهتمام الكافي
الاهتمام الكافي ايوه هو الاهتمام المطلوب. يعني ايه يعني؟ ودوخيني يا لمونة بقى، لا وهاتي ما جملة لا من الراجل تفهمي فيها هو عايزك معلش انا تهتمي اقول لك بيه على حاجه. ازاي. لو انت كنت مهتمه كنت عرفتي. الاهتمام ما بيطلبش يا محمد. بالظبط، اوكي. هي دي الفكره. يعني اذا اتصلت بيه كتير it's too much، اذا ما اتصلتش بيه خالص في واحدة تانية كلمتني واهتمت بيا هي اكتر، المفروض تتصل بيا في الوقت اللي انا فيه محتاجها بس تتصل بيا. وهي تعرف ازاي؟ لما تعرف بقى، تعرف ازاي؟ يعني لما تحس. لما يعني شفتوا ان انتوا مش مفهومين. انا ما بقولش الكلام ده، الكلام اللي انا بقوله ده انا بهزر، لكن فعلا انا يعني الكلام اللي بقوله ده فعلا بهزر، بس هي الفكره كلها ان الموضوع بيبقى موزون بحكمه. أوكي. لازم هي يكون عندها فعلا، انا مش بتكلم برضو عليها هي، انا بتكلم عليها وعليه. لازم يكون في حكمه في الموضوع، لازم يكون في سنس كده يبان فيه امتى ده يكون كتير قوي وامتى ده يكون قليل قوي، عشان يبقى الموضوع معتدل. ده الحقيقي يعني. انا معاك في النقطه دي، بس هي الفكره انه نقدر نقول من البدايه ممكن يكون عدم يعني تشابه بالظبط، فمفهومه عن الاهتمام غير مفهومها عن الاهتمام. بالظبط. فده ممكن يبقى ضغط عليه وهي شايفه انها كده بتعمل اللي عليها، او تبقى هي ما بتهتمش بالقدر الكافي وهو شايف ان ده تقصير. فمن البدايه التفاهم او الكلام ما بين الطرفين هو اللي ممكن يوصلنا بالمناسبة للخيانة، انه في حاجة معينة انت حاسسها مني او عايزها مني وما بتحكيها ليش، او انا مستنية حاجة من الشخص اللي قدامي وما بقولوش ان انا مستنياها، وبعديها بتبدأ تحصل توقعات سواء كانت ايجابية او سلبية. الشخص ده خذلني، الشخص ده ما كانش موجود، وفي شخص تاني يهتم بيا. هنا بنبدأ ندور على الاختيارات. لما بقى السؤال هنا ايه الحاجات اللي لما الراجل يعملها الست تبتدي تشك فيه ان هو كده بيخونها؟ اختفاء، يختفي، يبقى مشغول، عنده شغل، مكالمات غريبة، أرقام مش متسيفة، ثواني هرد على التليفون ويطلع برا، يقعد برا البيت أو وهم قاعدين مع بعض يقل الوقت اللي هم بيتقابلوا فيه. فالاختفاء مؤشر. أوكي. وإنه يقل في الاهتمام كمان مؤشر. ماشي، بس الاختفاء ده ما أقدرش أعتبره انديكيشن على الخيانة. ما هو الاختفاء مقارنة بالوضع الأساسي، يعني إذا هو بيقابلها 4 ساعات يوميا تمام، وفجأة ال4 ساعات دول بقوا ساعة، ده كده اختفاء؟ لا. جاله شغل كتير. مين قال؟ هو بيقول. لا. أنا بقول لك هو جالي شغل فجأة إذا في تمهيد. يعني خلاص إذا يعني أنت لما أمهد قبلها يعني، بس مش أكتر. والله أنا حاسة إن البنات هتكرهني بسبب الموضوع ده. ليه؟ علشان أنا بقول الحاجات اللي ممكن تساعدكم إن أنتوا تعرفوا تتعاملوا مع الموضوع. ما أنت فاكراني سألت السؤال ده من فراغ، ما أنا أسأله عشان نفهم يعني. عامة ما تخافش، البنات ما بتغلبش. ما بنغلبش. بتعرف منين تاني؟ بنعرف. ما هو في حاسة بقى. أيوة. شفتي قلناها في نفس الحاسة. الله ينور عليك. الحاسة الستة دي بقى هي اللي بتخلي الست. أنا بقى جاي الحلقة دي عشان أدور على الحاسة دي. على فكرة مش تعرف تمسكها. ليه بقى؟ لأن الست ممكن لو بصت في عين الراجل تعرف إذا كان بيخونها ولا لا. حتى لو هو أقنع طوب الأرض إنه بيموت فيها، إذا هي حست من جواها بالنظرة. هي سيبك من الجزء الأولاني اللي أنا اتكلمت فيه عن إنه بيختفي، بيقل الاهتمام، كل دي حاجات ملموسة. بس الحاجة الوحيدة اللي ما يقدرش يخبيها عينيه. اللي بيغلط يا محمود ما بيعرفش يبص في عين الشخص اللي غلطان في حقه. اوكي. قليلين قوي اللي عندهم المهارة انهم يقدروا يبصوا في عينك وهم عارفين انهم غلطانين. اوكي. متفق معاكي بده. اذا هو فعلا لو بيحبها او في حب مسبق، الموضوع ده مش هو اعتقد هو مش هيقدر يعمل ده. مظبوط. عشان كده بالدراسات اللي بيخونوا 60% منهم بيتقفشوا في اول اسبوع. يا هم اللي بيجوا يعترفوا يا اما بيتقفشوا في اول اسبوع. بعديها النسبة بتروح ما بين 2 ل6 شهور. بس متخيل انه 60% هم اللي بيجوا يعترفوا. ليه؟ لانه انت حاسس انك بتعمل حاجة غلط، سواء كان راجل او ست. انت حاسس انه في حاجة غلط في حق الشخص اللي قدامك، مش هتقدر تعمل معاه اي كونتاكت.
مش هتقدر تبص في عينه، متفق جدا يعني. مش هتقدر تتعامل معاه بالشفافية اللي انت كنت بتتعامل بيه معاها من البداية. فهي مسألة وقت، الخيانة مسألة وقت. هيتكشف مهما طال الوقت، هيتكشف. طب ازاي بقى الستات بتحاول تكتشف الخيانة؟ خليني ابعت السؤال ده للبنات على الجروب ونشوفهم هيقولوا ايه. ماشي. اوكي يا بنات، انا عايزة اعرف انتوا ازاي بتحاولوا تكتشفوا الخيانة. دن هيردوا دلوقتي يعني شوية، مش قاعدين على الموبايل يعني. اوكي انتوا كمان ازاي بتحاولوا تكتشفوا الخيانة؟ مش عايز تبعت لجروب الولاد؟ مش عايز تبعت لجروب الولاد؟ كان ممكن اكلمني كام حد من صحابي كده. لا مش لازم تكلمهم بس يعني عندي صحاب يعني عارفين احنا الدايره دي. احنا مهتمين نعرف على فكره. ابعت لهم يعني اصحابي الولاد. زي ما بنعملش كده بس يعني يعني بص انا هبعت لكذا واحد ماشي. هبعت له اقول له برو لما خنت اما خنتها فشتك ازاي صح. ايوه بالظبط كده. ولا محمد لما محمد خلاص انا هقول لك على حاجه. انا هكلم كام واحد من صحابي اوكي هبعت لهم. استنى مش هبعت لهم فويس نوت. ليه مش عايز تبعت لهم فويس نوت؟ عشان مفيش مصداقيه. عشان اقول له يعني عشان ما يبانش انا عايزه يتكلم. فانا عشان عايزه يتكلم ما ينفعش اللي هسجله ده يبان في يعني لازم ماشي. يعني فضل. هيحس ان في حاجه يعني هو هيفهم ان انا وهو بنخبي حاجه يعني هيفهم ان في ايه حوار. محمود قاعد في ورطه وبتاع وعايز يكفرني يعني مش منطقيه يعني. انتوا ممكن تعملوا كده في جروب البنات لكن احنا ما بنعملش كده في جروب الولاد. اتفضل. بتتكشفوا بسرعه على فكره يا محمود؟ تاخدوا وقت كتير؟ قد ايه؟ ما بنكشفش اصلا يا ولد. مش بقول لك مثال اللي هو بياكد لك ان كل الرجاله بتخون هم بس ما اتكشفوش. هو ده المثال. كل الرجاله بتخون هو ما كل الرجاله بتخون هم بس تصدق انا كان لازم اسالك سؤال بشكل تاني. اتفضل. انت خنت يا محمود؟ سؤال صعب قوي. اكيد لا. كذب ما هو على حسب بقى تحديد الخيانه. ما انا لو بكلم ما انا حطيت لك تحديد الخيانه من اول الحلقه. انت عملت كل ده؟ استني بس انا ما قلتش ده. انت بتردي عني. انا ما قلتش الكلام ده. انا انت فهمتي من وشك. لا ما اقدرش اعمل الحاجه من الحاجات دي. انا ما بخونش ابدا. الكذب ده ما ينفعش نعمل كده. انا ما على حسب شكل العقاب. مره اتقفشت فيها كانت مره مضحكه قوي مش عايز اقولها. لا لازم تقولها. اشمعنى؟ لا كنت زمان صغير عندي 15 سنه وكده. وكان في اغنيه لسه نازله جديد كلها رومانسيه وكده. اوكي. فكنت بروح البيت بالميكروباص في المدرسه حاجه كده مش فاكر يعني. كانت حاجه قديمه قوي يعني. فكان ساعتها في التليفونات لسه طالعه. فكان في سلك في التليفونات اللي هو بتاع السماعات القديمه ده عارفه. فكانت الاغنيه دي كل بنت تقابلها جديده اروح مسمعها الاغنيه دي. فوانا قاعد في الميكروباص مره قدام وبسمع البت الاغنيه طلعت كان في بنت ورا قاعده معانا في نفس الميكروباص كنت سمعتها الاغنيه قبل كده. فالقفشه كانت يعني يا نهاري. بعد كده اتعلمت بقى اني اغير الاغاني. اغير الستايل اصلا يعني. ستايل الميكروباص ده ما بقاش موجود يعني. كنت والله فاكرها يعني. وبتسمعها نفس الاغنيه البنت اللي ورا بقى. كانت فضيحه. قلت لها لا والله ده انا كنت لسه جايب التليفون جديد وكب عشان عايز اشتري واحد زيه. فراحت التانية قالت لها ايوه عشان مش ده 6600 كان 600 610 هو ده حاجه كده بقى. في 610 630 ايام الفكره التليفون طبعا ده اول ما طلع نغمات بلوفونيك بقى وحاجات بيقولوا عليها كده. يعني البنات بعتوا. اديني اكسايتد تسمع. طبعا عايز اعرف ازاي. لا بس ما تخافش. اخاف من ايه؟ انا مش هندي اي تكنيكس تعرفوا تقفشوا فيها. هو ده اللي انا مستنيه اصلا عشان الحلقه دي تبقى مفيده. مش احنا عايزين نعمل حلقات فاليبل؟ مش هرد. حاساها كلها تسريبات امتحانات ثانويه عامه. ايوه بالظبط. عارف انت الملخص اللي بيتاخد اخر ليله الامتحان ده اللي بيبقى فيه كل الاجابات بتاعه الاسئله بتاعه تاني يوم. وبرضه هنكشفكم وبرضه مش هتعرفوا تخلصوا كل الطرق اللي بنكشفكم بيها. اوكي خلينا نسمع. والله انا مش بدور عليها، هي بتجيلي لحد عندي يعني. الحمد لله انا عشان نيتي كويسة
في كل مرة كان كل حاجة بتجيلي لحد عندي، أنا عمري ما دورت، عمري ما فكرت، يعني الحمد لله. شفت انا يعني اف بي اي هي، انا عايز اعرف عندها التفاصيل دي منين، عايزين نعرف. لا ولسه اوكي ده في فويس في نوتس تاني؟ تانية أوكي. طبعا. الفويس نوت التانية مواجهة مباشرة رح أسأله عليه، يعني ما رح أنطر لحتى أشوفه وقع ولا حتى أراقب نظراته وحركاته، خلص دغري رح أسأله وريح راسي. شفت انت اديك سمعت البنات كلهم. اوكي في عندك اعتراض؟ لا ما عنديش اعتراض، بس احنا عايزين نقول للناس التكنيكس كده، احنا ما عرفناش حاجه يعني. حلو يعني انا وكأنك سألتي سؤال اوكي وما خدناش اجابه. اوكي انا التكنيكس جبته لك لحد عندك. ايوه اديني اوكي التكنيك. حطيت السؤال على الكوميونتي تمام وسالت ثاني بس الكوميونتي ده فين؟ عشان انا عايز الناس كلها تخش كوميونتي على اليوتيوب وبننزل عليه كل يوم البولز على الحلقات وعايزين الناس على قد ما يقدروا يشاركوا لان هم اللي هيحددوا اجابات الاسئله اللي احنا هنطرحها في كل حلقه. ماشي. وبنعمل ده على انستجرام برضه؟ احنا بنعمل ده على الستوريز بتاعت انستجرام. ايوه وبنعمل ده على الكوميونتي بتاعت يوتيوب. جميل. اوكي ماشي. فاحنا عايزين الناس تتابع الاثنين دول ويقولوا رايهم بجد. أوكي. تمام. لما سالنا البنات ازاي بتحاولوا تكتشفوا الخيانه على الكوميونتي كان في 4 اختيارات. اوكي. اول واحد براقب تصرفاته طول الوقت. الاختيار التاني بتابعه على كل المواقع وبشوف بيرد ازاي على البنات. الاختيار الثالث برمي عين كل مرة تليفونه بيرن. الاختيار الرابع متفقين ان كل واحد ياخد الباسورد بتاعة التاني. اوكي اختاروا ايه؟ 50% يا محمود من البنات قالوا براقب تصرفاته طول الوقت. اوكي. في حين انه 25% قالوا بتابعه على كل المواقع وبشوف بيرد ازاي على البنات. وال25 التانية اللي فاضلة برمي عين في كل مرة تليفونه بيرن. واو. فنقدر نقول انه خدوا بالكم من موبايلاتكم يا اولاد. يعني التليفون هو يعني جزء يا تليفونك يا السوشيال ميديا اكاونتس بتاعتك يا بتبص على البنات ازاي في الرايحة وفي الجاية يعني. لا ما نعملش كده. خدوا بالكم في المصيبة انه مفيش فايدة. والمصيبة ان انتوا اكيد عارفين الحاجات دي. اوكي. مش هسمعني الولاد قالوا ايه؟ خليني بس اشوف ردوا ولا ما ردوش. اوكي خليني عشان هو كتب تكست، خليني بقى ايه، خليه يبعت فويس نوت عشان خليه يبعت فويس نوت. عايزين يبعت فويس نوت. ابعت يا ابني فويس نوت، عايزين هنطلعه في لا ما تقولوش هنطلعه، ما تقولوش كده هيغير كلامه. لا مش هخليه يغير، ما انا عايزه يعني يقول حاجه غلط واسمعها والبتاع يسجل. ما على فكره انا سبت البنات من غير ما اقول لهم ان البودكاست احنا مش زيكم، احنا بنخش في الموضوع حقيقي. هو مفيش حد بيتكلم من غير شتايم. اوكي خلاص خليني اقول لهم، مش هقول له انه يطلع على البودكاست خلاص. طيب خلاص قلت لهم، خليني لغايه لما يردوا اسالك بقى، اقول لك على حاجه. عندي سؤال ليكي جبار. اوكي. مش انت قلتي لي قبل كده ان انت اتخنتي؟ قلت. ممكن تسامحي، ممكن تنسي، ممكن ترجعوا. اوكي اسامح انسى بتاخد وقت، ارجع لا. طب هو كان ايه نوع الخيانه بغض النظر؟ عشان افهم درجه موافقتك على السماح، يعني لما يعني لغايه فين بتسامحي؟ فهمتي السؤال؟ فاهمه السؤال. انا بالنسبه لي الخيانه خيانه مش بصه يعني، مش لمسه. لا خيانه زي ما احنا فاهمين ان هي خيانه. سامحت. هقول لك ليه ما برجعش، لاني غلطت مره وسامحت ورجعت. ده السبب. والعلاقه ما رجعتش اقوى. اوكي. للاسف عند الستات اما بيسامحوا وبيرجعوا صعب قوي لما تلاقي ست بتنسى. صعب تنسى، يعني انها تطلعها تماما من ذكرياتها، انها مش كل مرة يتخانقوا فيها تقوم من الاخر زي ما احنا بنقول كده جايباله القديم والجديد وتقول له ما انت لما كنت فاكر ولما انا سامحتك وعديت لك. صعب قوي. بس على فكرة انت عارف ان السؤال ده سؤال مهم نسأله للبنات. هو ايه؟ هل بنقدر نسامح بعد الخيانة؟ ما انا عارف. اوكي.
نساله فين دي؟ على الكوميونتي؟ لا هسأله البنات على الجروب. انا فعلا؟ سألته على الكوميونتي باي ذا واي. الجروب ده انا بقول لك لا مش هتدخل دخليني بس الجروب ده وانا لا مش هتدخل الجروب ده. مش هتكلم، انا هتفرج. بنات انتوا ممكن بعد ما تتخانوا تسامحوا، تدوا فرصة تانية. اوكي طيب اقول لك الاجابات اللي جت على الكوميونتي. اديني لحد بقى ما الجروب قولي لي يرد. السؤال بس اللي سالناه على الكوميونتي. احنا سؤال اللي سألناه عشان هل الكوميونتي ده بنقدر شكله- نسامح بعد الخيانة؟ 67% قالوا لو العلاقة فيها أطفال. 33% قالوا لا حتى لو بحبه وفي أطفال وفي عمر. هو فين فوق ستار؟ فوق ستار هناك تحت ولا فوق؟ فوق بطمن- ورا. شايفين انا بطمن على فوق؟ شايفين انا بطمن على فوق؟ شفت علشان بتأمن نفسك بقى من نفسي اللي هيحصل لي. ما يجيش ناحيتك. لا انا بس ببين لك ان انا بحبه عشان مم. تعرفي ان انا، لو انت فاكره ان الحلقه اللي فاتت انا كنت متضايق منه ولا حاجه، ان المره دي احنا صحاب. خدت بالي. مم. بالدراسات 1 من كل 5 علاقات بس انتهت بسبب الخيانة، مم. والأربعة بيرجعوا يكملوا عادي. 4 أوكي. علاقات بيكملوا بعد الخيانة، وعلاقة واحدة بس هي اللي انتهت بسبب الخيانة. واو. والأغرب إنه علاقة واحدة بس من كل 10 علاقات هي اللي بقت أقوى بعد الخيانة. ازاي العلاقه تبقى اقوى بعد الخيانه؟ مش انت كنت بتقول في الأول إنه إذا حد حس بعدم اهتمام، بنقص بالحب، ممكن يخون؟ في أوقات لما الناس بتحس إنه ممكن تكون دي الأسباب بيحاولوا يعوضوها، بس للأسف علاقة واحدة بس من كل 10 علاقات هي اللي بترجع أقوى بعد الخيانة. يعني لا نقص الحب ولا قلة الاهتمام ولا انك تعوض الحاجات اللي ما كانتش موجودة هيرجع العلاقة أقوى. الخيانة بتكشف شرخ كبير الأطراف ما بيبقوش واخدين بالهم منه، هي إنه من البداية في خلل. الموضوع ما جاش مع الوقت ولا كانت ليه أسباب من الأول، من الأساس. زي ما أنت قلت إنه من بداية ما بتقعد أو بتطلع ديت وبتلاقي إن في شخص بيكذب، هنا الخلل اللي ما بيتلحقش في أوله هو اللي بيوصل الناس للخيانة. بس لأنه بندي مبررات ولأن في حاجات تانية بتبقى عجبانة في الأشخاص بنغمض عينينا هاي وبنوصل في النهاية للخيانة مهما كان شكلها. متفق. طيب خليني أسألك مم. السؤال ده، أنا عارف إجابته بس عايز أعرف ليه. مم. السؤال هو مم. مم. ليه الست لما الراجل بيخونها بتلوم نفسها أول حاجة؟ يعني أنا عارف إن الستات بيلوموا نفسهم على طول. مم. بس إيه السبب؟ أول سؤال الست بتسأله للراجل لما بتكتشف الخيانة بتقوله أنا قصرت معاك في إيه؟ بتلوم نفسها. ليه بتلوم نفسها؟ ده السؤال. لأنه بشكل ما أو بآخر في اللاوعي عند الست هي بتحس إنها قصرت عشان كده الراجل خانها. يا إما ما كانتش موجودة، يا إما كانت مشغولة بالأطفال، يا إما كانت مشغولة بشغلها، يا إما سابت مساحة لحد تاني إنه يدخل، فعلى طول بتلوم نفسها. وده أكتر تصرف غير صحي ممكن يحصل أو ينتج عن الخيانة. يعني هو خان، هو اللي عمل الأكشن، والست بتفتكر إنه هو يعني لما ده يحصل مع الراجل نادرا لما بيلوم نفسه، هو بيلوم الست دايما. طبعا. يعني لما الست بتخون راجل مش بيقول لها انا عملت ايه في حقك، هو بيدين ان هي عملت حاجه غلط. لان المجتمع بيبص للست على انه هي المذنبه في الحالتين، في حاله انها خانت وفي حاله انها اتخانت. الست هي الغلطانه. في حاله انها خانت هي عملت الغلطه، في حاله انها اتخانت فهي تصرفت التصرف اللي دفع الراجل انه يخون. فهي الست بقت مذنبه في الحالتين. ده للأسف في مجتمعات كتير، مش بس على فكرة في المجتمع العربي، في مجتمعات كتير بيبصوا دايما للست على إنه يا إما هي اللي دفعت الراجل للخيانة يا إما هي غلطت وخانت. في إيه؟ بس بالراحة عليه. أنت ما يعني أنت تحبي إن أنا أروح أوكي، هو حيوان برضه مش لازم ما تقولش حيوان. قصدي فوق يعني. لما أوكي عندي أسئلة تانية أسألها لك. اتفضل. ايه بقى الست المفروض تعمل ايه
لما تعرف ان جوزها بيخونها بس لسه مفيش اي مواجهة حصلت، بس هي عرفت ان اتأكدت خلاص، شافت الصورة، شافت الفيديو، اوكي تعمل ايه بقى؟ علم النفس بيقول انه من الافضل طالما الشخص ما جاش واعترف عدم المواجهة. ليه؟ لانه في دايما فرصة تانية للمراجعة. يعني ممكن الشخص يغلط، تمام، وممكن ياخد خطوات ناحية طريق الغلط، بس مفيش حد ما بيغلطش، تمام، وكلنا ممكن نغلط في وقت من الأوقات ونراجع نفسنا بعد الغلط. بس إذا تواجهنا ساعتها بيحصل خلل وبيحصل شرخ كبير في العلاقة، ولا الراجل ولا الست بيرجعوا زي الأول. فهنا هي لازم تبقى حاطة احتمالات، تسأل نفسها هل عندها استعداد بعد المواجهة إنها تنهي العلاقة، ولو ما نهتهاش فهي العلاقة مش ترجع تاني زي ما كانت. وهنا على حسب الموقف وعلى حسب الحاجة اللي هي شافتها. إذا حاجة جذرية تجرح أنوثتها، تكسر كرامتها، تخليها ما تحسش إنها في مكانها الصح في العلاقة دي، لازم تكون حاسمة قرارها قبل ما تواجه. لكن إذا حاجة هي عندها استعداد إنها تتهاون فيها، فهنا ممكن تراجع نفسها قبل المواجهة أو تديله مساحة إنه هو اللي يجي يعترف. ليه بقى؟ لأنه بالدراسات يا محمود، بما أنت عارف إن أنا بحب الدراسات وبحب الأرقام قوي، وديني في الدراسات. 47% من الرجالة بيعترفوا بعد أسبوع بخيانتهم، و26% بيعترفوا بعد شهر، و25% بيعترفوا بعد 6 شهور. بليز يا محمود مش عايز بالراحة على فوق. والله انا ما بعملوش حاجة، هو اللي جاي عندي بيعايز ايه ده؟ فوق عايز يتصاحب عليك. لا مش عايز اصاحبه. ليه؟ خلاص اهو قعد. مش عايز بقى نكشة عشان اوكي. فهي الفكرة انه 47% من اللي بيخونوا بيعترفوا بعد اسبوع. ما تواجهيهوش، هيجيلك لحد عندك، هيعترف لحد عندك، زي ما انت سمعت في الفويس نوتس انه في اوقات كتيرة كل حاجة بتيجي لحد عند البنت، يا اما هو اللي بيعترف يا اما كل المؤشرات بتيجي. فوفري على نفسك حرقة الدم والمواجهة وتعبها، واستني لحد ما كل حاجة تجيلك، يا هو يا الأدلة ولا هي. وهنا بقى ده اللي خلاني أسأل البنات تعملي ايه لو عرفتي ان شريكك عنده تليفون تاني انتي ما تعرفيش عنه حاجة. واو. تليفون شغل، يا سلام. طب وليه مخبيه لما هو تليفون شغل؟ هو مش مخبيه، هو بس عشان انت عارف الإجابات كانت ايه على الكوميونتي؟ 67% قالوا هواجهه، 33% قالوا هفتح الموبايل من وراه عشان اشوف عليه ايه. دي المفروض تكون اول اختيار اصلا. اعتقد يعني شكل في حاجه غلط. مش كلنا يا محمود، مش كلنا عندنا فضول. في اوقات كده بيكون عندك كبرياء وكرامه. مش عايزه انا مش عايزه اعرف الموبايل كان فيه ايه، انا اخليه هو اللي يفتحه لي. ايوه حلوه. هواجهه اخليه هو اللي يفتح الموبايل. يعني هيعرف، يعني هيعمل. والله هو في الحاله دي هيبقى يعني في مأزق لا يحسد عليه. ما هو لو فتحه هيروح في داهيه اكتر، ففي الافضل ما يفتحوش يعني. هي الفكره ان الدراسات بتقول سبب الخيانه هو اللي بيحدد ان الشخص قد ايه ممكن يكون حريص او مش فارق معاه انه يتقفش. يعني اللي بيخونوا بسبب نقص الحب بيبقى مش فارق معاهم اكتر، ويمكن اوقات هم بيبقوا عايزين يتقفشوا علشان يوروا شريكهم اللي ما كانش مهتم بيهم وما كانش بيحبهم ان في تقدير جاي من طرف تاني. ده بيحصل بس في حالة ايه؟ نقص في حالة الحب. في نقص الحب او الاهمال. يا ابني مش ابعد عني ارجوك، مش هتيجي ايه يا ابني. تعالى فوفي، ودي الناحية التانية. تعالى حبيبي، تعالى فوفي، تعالى يا مسكين. اقول ايه بس يا ربي. انت حاجة على ايه؟ لا مفيش خالص. اوكي. تسأليك ولا تسأليني؟ خلي بالك انت ما سألتنيش حاجة. ها انا بس انا سايباك. اوكي. سايباك براحتك خالص. اوكي. لا تصدق جالي فكرة سؤال عايز اسألك. اوكي.
اطول فتره خنت فيها كانت قد ايه؟ هو تصدق انا اللي جبته لنفسي انا ما انت ما كنتيش بتساليني، انا مش عارف ايه اللي حالي خلاني بقى السؤال في دماغي دلوقتي. حرفيا انا مش عارف احدد ايوه مفهوم الخيانه ده ايه. برضو تاني بنلف انا وندور. انا مش بلف وادور والله، انا بتكلم آه. حقيقي يعني. انا آه. مش عارف لما اعمل ايه يبقى انا كده ايه، يبقى انا كده خنت. طب ما انا قلت لك ان في 8 حالات، واحده من ال8 اللي انا قلت لك عليهم دول. حاسس ان احنا في نفس الدوامه. واحده من ال8 اللي انا قلت عليهم يا محمود. اطول فتره عملتها كانت قد ايه؟ دلوقتي انا عشان اصلا شرط الخيانه ده يتحقق لازم يكون في علاقه. لازم يكون في علاقه. اوكي واحده اها واحده بس. واحده بس. هو ده السؤال، فاهمه يعني. انا لو فهي دي المشكله، هي دي المشكله ان انا بقى ما عنديش ولا علاقه ايه، فاهمه يعني. عشان كده انا مش موجود في علاقه واحده عشان اخون. انا مش ما عنديش ولا علاقه اصلا، فاهمه. ولا مره في حياتك دخلت في علاقه يا محمود؟ انا ما ينفعش اقول كتير يعني. انا بقول دلوقتي ولا واحده عشان ما ينفعش اقول عندي كتير، فاهم يعني. احسن ارجع ورا بدل ما اروح لقدام واروح في داهيه. صح، منطقي منطقي. فانا ما عنديش ولا علاقه. انا حبيت واحده زمان وسبنا بعض يعني عشان خنتها؟ لا هي واحده بس حبيتها ودي ما خنتهاش فعلا. ما خنتهاش. ما كانش عندي وقت اخونها لاني كنت بحبها جدا. شفتي بقى الدرجه ايه يعني. كنت زمان بقى صغير برضو بعد الميكروباص. طب انت والله شعره بيطير فعلا، بيدخل في مناخيري. طب انت ساعه الميكروباص ده كنت مصنفها خيانه؟ ساعه الميكروباص ده موقف الميكروباص ده خيانه ولا لا؟ ده كنت بلعب بقى يعني، ما كانش فيه اصلا. عشان كان عندك 15 سنه يبقى بيتصنف لعب. ما انا لو في ميكروباص دلوقتي برضو هيبقى بلعب يعني، فاهم. مش عارف الدراسات بتقول ان السبب اللي بيحدد قد ايه الخيانه ممكن تقعد وقت طويل هو ايه اللي دفعك للخيانه. يعني اللي دخلوا في علاقه تانية بسبب الغضب او الرغبه في الانتقام بيقعدوا وقت اطول من الاسباب التانية. كمان الدراسات قالت هنا ان الستات بيقعدوا فتره اطول من الرجاله في الحاله دي. أوكي. لانه الست لما بتحاول تنتقم او تخون بدافع الغضب ما بيشفيش غليلها انه الموضوع يقعد فترة قليلة، اوقات بتقعد فترة طويلة. ده بحسب الدراسات مش كلامي. اوكي. انا ما عنديش تعليق على الدراسات دي لان الدراسات دي شكلها جايه من مصادر موثوق فيها فانا ما ينفعش اهزر فيها دي. انا ببقى عايز اقول حاجات بس بكتمها. فانا بس دي دراسات يعني، انا ادام العلم قال والاحصائيات اشتغلت فايه فانا اي ريسبكت يعني. اسالك اتفضل. ليه سهل ان الست تقول للناس ان هي تخينت بس صعب الراجل يقول للناس ان هو تخين؟ الستات لما بيتخانوا بيكسبوا تعاطف الدايرة اللي حواليهم، عشان كده في ستات كتير لما بيجوا يحكوا ان هم تعرضوا لخيانة ما بيحسوش انه في حاجة كسرت وجودهم. ليه الرجالة ما بيعترفوش ان هم تخانوا؟ عشان الرجالة ما بتتخنش. يا الله، بغض النظر عن محمود اكس. اوكي خلينا نتكلم عن الرجالة اللي في منهم نسبة رجالة بيتخانوا. محمود على فكرة الدراسات بتقول ان في رجالة بتتخان. أيوة انا فاهم، هقول لك هرد عليك. اتفضل. الفكرة ان الراجل حتى لما بيتخان في رجالة بتقول يعني عادي ما بيبقاش عنده مشكلة لان هو بيعتبر ان مش هو الغلطان فعادي يعني. انا يعني somehow بقى الناس بتلومه ان هو اختار غلط. فاهمة العدم اولانه لفكرة ان هو تخان دي بتكون راجعة لان الناس ممكن تلومه ان هو اختار البنت غلط في البداية. خلينا اسالك سؤال بطريقة تانية. لو في راجل اتخان هل بيتبصله على انه ده في انتقاص من رجولته؟ لا خالص، نادر لما ده بيحصل. هو بيبقى في مشكلة عند البنت مش بتكون عند الولد. هل بيكسب تعاطف؟ يعني الرجالة انتوا قاعدين مع بعض ما افتكرش بتتعاطفوا مع الراجل والله اللي هو لو راجل بجد يعني انا مش عارف، انا مش قادر اقولها لك ازاي، مش عارف اقولها ازاي. بس هي الفكرة ان شوفي هو لو كان فعلا بيحبها بجد واحنا كنا شايفين الكونكشن يعني ما بينهم وبعد كده عرفنا ان الراجل ده اتخان لأي سبب
هو من غير ما يحاول يكسب تعاطفنا احنا هنتفهم ده كويس جدا. لكن اعتقد فكرة ان الراجل يحس ان هو غلطان علشان هو تخان دي صعبة. عكس الستات يعني ولا حتى بيلوم نفسه. يعني الراجل حتى لو لوم نفسه مش هيبقى اللوم مش هيبقى ده ببرسنتج كبيرة عليه واقع، او مش هيفضل طول حياته حاسس ان هو ندمان انه خلاها تخونه. لا يعني هو بيبقى mainly بيقول ان هي السبب. يعني خليني اختم معاك بالسؤال الاخير. لو عدت السنين ممكن تسامح الاكس على خيانته وتفتح صفحة جديدة؟ انا ممكن اسامحه وممكن انسى، بس مستحيل افتح صفحة جديدة. ليه؟ عشان ده بقى في الماضي خلاص، فانا دلوقتي انا هركز على المستقبل، واللي انتهى ده حاجة قديمة. حتى لو حسيت ان الشخص اتغير وندم ورجع حلف وتعهد وقال انه مستحيل يكرر اللي حصل؟ اي حاجة حصلت منه فيها بتبين اعتذاره حتى لو كان ده حقيقي مش هيبقى بالنسبة لي حاجة ينفع ترجع العلاقة تاني. واو. احنا عايزين متابعينا كمان يجاوبونا على الأسئلة دي، وتحديدا السؤال الأخير. كده احنا خلصنا الحلقة الثانية من بودكاست أول مرة. اتخنت. ايه؟ نخلي بقى الناس تختار الحلقة الجاية هنتكلم عن ايه. ننزلها بقى فين؟ على يوتيوب كوميونيتي وعلى الانستجرام ستوريز. يس، خليهم هم يختاروا بقى الحلقة. ديل. باي محمود. باي إيمان.